مشاهدي القناة الإخبارية رقم واحد بالجزائر، أينما كنتم طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية ونقاش. كنا وسنبقى فضاء للرأي والرأي الآخر. دون إطالة نستعرض وإياكم مشاهدينا أبرز معالم الأسبوع. والبداية كما قلنا ستبقى قناة النهار صوت المحقورين والمظلومين، ستبقى لسان حال الجزائريين، كيف لا؟ والنهار تيفي تصنع الاستثناء بكم وتفتك المرتبة الثانية لأفضل القنوات الإخبارية عالميا في مسابقة يوتلسات الدولية. النهار وضعت اسم الجزائر بكم دائما في مصاف كبار عالم السمعي البصري. النهار وبطاقة من شاب من خريجي الجامعة الجزائرية استطاعت أن تكسر كل الطابوهات وأن تتحول في ظرف وجيز لم يتجاوز ال4 سنوات إلى مرجعية لكبرى وسائل الإعلام الوطنية والدولية. قد نتفهم غيرة وحقد البعض، لكن نحن في مجمع النهار نرى أن هذا الإنجاز هو تتويج لكل الجزائريين. نرى في إنجاز كفاءات النهار نفض للغبار عن ملايين الشباب المقهورين المظلومين المحجورين الذين ينتظرون فرصهم هم أيضا في الإبداع على طريقتهم الخاصة بالجزائر العميقة. هذه هي رسالة النهار. في أحوال المجتمع وفي أخبار الجبهة الاجتماعية، النقابات المستقلة تستعرض عضلاتها في الشارع رفضا لقانون التقاعد المثير للجدل، والحكومة بشعار لن نتراجع تحت ضغط المعارضة. القبضة الحديدية رسمت عنوانا جديدا، عنوانه طريقة أو آلية تعاطي حكومة سلة الخمسة مع مطالب النقابات المستقلة، سياسة التغنانت. الحكومة تختبئ وراء أسطوانة صندوق التقاعد سيفلس، والنقابات المستقلة بشعار آخر لن نرمي المنشفة. برلمان العربي والدخليفة يصادق بالإجماع موالاة ومعارضة على قانون المحدد لقائمة الوظائف السامية لإطارات الدولة الممنوعة على مزدوجي الجنسية. أصوات هنا وهناك طالبت بعدم التضييق على هذه القائمة وإضافة مهن ومناصب أخرى عليا تتعلق بها على مزدوجي الجنسية في صورة الولاة، القناصلة، السفراء، مدراء كبرى الشركات الوطنية العمومية وغيرها. والبعض الآخر طالب أو تساءل عن سبب عدم تطبيق هذا القانون مباشرة، ولماذا ننتظر 6 أشهر وتصريح شرفي وغيرها. البعض يقول يجب أن نفضح هؤلاء من مزدوجي الجنسية والذين يتبوؤون مراكز في صنع القرار. 100 مليار دولار رقم مهول، هو ما كشف عنه تقرير لمجلس المحاسبة حسب تقارير إعلامية يتحدث عن قيمة التهرب الضريبي بالجزائر، والجزائر تعيش وضعا اقتصاديا كارثيا. ودون إطالة، البداية ستكون بملف الجبهة الاجتماعية واستعراض العضلات إن صح التعبير في الشارع بين الحكومة والنقابات المستقلة على خلفية شروع نواب الشعب في مناقشة هذا القانون المثير للجدل. النواب شرعوا في المناقشة، وأهم بند صنع الحدث هو إلغاء التقاعد النسبي. الحكومة مصممة على تمرير القانون كما هو. لإثراء النقاش أسعد باستضافة كل من شكيب جهري النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني وممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج. مساءك سعيد سيدي الكريم. وسيكون معنا أيضا الناشط النقابي ممثل نقابة الكنابست والمكلف بالإعلام سيد مسعود بوديبة. مساءك سعيد سيدي الكريم. كل هذا وأكثر مشاهدينا دون إطالة بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا. لمن التحق بنا اللحظة أينما كنتم أهلا بكم مشاهدي القناة الإخبارية رقم واحد بالجزائر. إذا دون إطالة سيد مسعود بوديبة، استعراض العضلات إن صح التعبير، النقابات المستقلة، تشكيلات سياسية منضوية تحت عباءة المعارضة نزلت للشارع وقالت للحكومة بركات ستوب. تشكيلات سياسية منضوية تحت المعارضة
نزلت بالتوازي مع نفس خرجة النقابات أو التكتل النقابي الذي نظم حركة احتجاجية أمام قبة البرلمان، تم إجهاضها. نزلت من البريد المركزي، كان فيه تناغم بين المعارضة، بين أيضا حتى أصوات من الموالاة جاءت لدعمكم، فيه نقابات مستقلة. المهم المعارضة الحرب المناهضة لمشروع التقاعد نزلت للشارع. مساء الخير لكم جميعا ولجميع المشاهدين. فعلا البارحة كان حدثا عند كل الجزائريين. في سابقة لم نشهدها منذ سنوات. العاصمة كانت مطوقة يعني من جميع جهاتها، جميع مداخلها. بسبب ماذا؟ بسبب أن هناك عمال وأساتذة وموظفين انتقلوا إلى العاصمة لأجل التعبير بصوت مرتفع قانون تقاعد على ليس قانون التقاعد وحده، وإنما لتوجه الحكومة الجزائرية للمساس بمكاسب ومكتسبات العمال، وأرادوا أن يبينوا علنا بأنهم كل العمال وراء تنظيماتهم النقابية وبدعم من بعض التشكيلات السياسية. ليس بدعم من بعض التشكيلات السياسية. نظن بأن التكتل النقابي عندما تشكل يوم 12 جوان 2016 وبدأ في عمله التحسيسي والندوات واللقاءات المختلفة اللي قمنا بها وطلبنا للقاء السيد الوزير الأول ورسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية، وطلبنا للقاء أي إنسان مستعد أنه يفهم وضعية هذه الملفات المطروحة، اللي هي 3 ملفات. الملف الأول هو التراجع عن إلغاء الأمر 97/13 اللي هو المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إشراك النقابات المستقلة في إعداد مسودة مشروع قانون العمل، وحماية تحسين وحماية القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن الجزائري. نعم. إذن هؤلاء العمال الذين تدفقوا بهذا العدد الهائل، وأردنا في نفس الوقت من خلال هذا التدفق أردنا أن نبين بأننا نحن كجزائريين أهل حضارة وأهل سلم، ونريد أن نطالب في إطار سلمي، في إطار منظم. نريد يعني التجسيد للحوار وللتفاوض الجاد. نعم. ومن خلال هذا يمكن أننا نصل إلى بر الأمان إن شاء الله. سي شكيب جوهري، البرلمان بدأ أو شرع في مناقشة قانون التقاعد المثير للجدل في انتظار جلسة التصويت النهائية. الحكومة يعني كانت واضحة منذ البداية، لا تجاوب مع مطالب النقابات المستقلة. سلال قال أكثر من مرة أن التقاعد النسبي لابد أن يلغى، سار في نفس المنهج وزير العمل محمد الغازي الذي قال مرة أخرى أن صندوق التقاعد مهدد بالإفلاس في أقل من 6 سنوات. اليوم شفنا منحى جديد لمعارضة هذا القانون من قبة البرلمان إلى الشارع، نقابات مستقلة تتحرك. أنتم في القوة السياسية الأولى في البلاد، كيف تشوفوا هذا القانون؟ شكرا أخ حفصي. في البداية اسمح لي أني أغتنم هذه الفرصة لوجه التحية والتهاني لقناة النهار وباعثها، وكذلك الطاقم الصحفي والتقنيين وكل هذا الشباب الجزائري الذي نال جائزة ليست بالقليلة أن تكون في ما يسمى النيوز برودكاستينج، اللي نعرفون أنه تتطلب مصداقية واحترافية كبيرة على ترتيب اليوتلسات. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للموضوع هذا أنا مانيش باش نعلق على المبادرة اللي قاموا بها الإخوان نقابات المستقلة، وهو اللجوء إلى الشارع والوقوف احتجاجا على نص قانوني، لأنه أنا نقول أنه هذه الساعة أولا هذا النص ليس بمفاجأة. أنت ما خرجناش من الحكومة، لم تخرجه من جعبة ساحر، بل هذا القانون هو نتاج نتاع تطبيق برنامج الحكومة في 2014 اللي كان ينص على إلزامية إصلاح نظام التقاعد والنظام المعاشي على مستوى الوظيفة العمومي وكذلك كل الصناديق الأخرى. 2 كانت فيه ثلاثية، وهي الموعد اللي تربطه الحكومة سنويا، وهذه تقريبا عادة جزائرية محضة. يقول لك أنه مع الشركاء. الآن نجيو في موضوع آخر اللي نظل يحتاج ملف نتاع التمثيلية النقابية. الآن هذه النقابات اللي تقول هي تمثل
وليس الUGTA الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس هو اللي يمثل في العمال. نشوفوا في الميدان هل ترى متواجدين بهياكل كما متواجد اتحاد العمال؟ هل ترى فيه انتخابات قاعدين يحققوا فيها مكاسب ويتقدموا على اتحاد العمال؟ أنا نقول باللي هذه قضية ملف آخر نقاشه نقابي محض. أما بالنسبة لنا احنا الحكومة لجأت إلى تشاور شامل وعام مع الشركاء الاجتماعيين، مع الخبراء الجزائريين والإطارات الجزائرية التي تسهر على أن المؤسسات الجزائرية تقعد دائما تخدم المواطن الجزائري وديمومة هذه المؤسسات. لأنه نحن اليوم رانا أمام مفترق طريق. هل ترى النظام اللي رانا عليه حاليا وكنا عليه كما تكلم الأخ على المكاسب هذه لازم ما ننساوش أنها تحققت أساسا في ال 15 سنة الأخيرة بفضل برنامج فخامة الرئيس وبفضل كذلك البرامج الحكومات المتعاقبة، ونحن كما قلت في برنامج حكومة سلال 5. الآن ما تحقق في هذه السنوات هل ترى نتمسك به ونجابه خطر إهدار كل المكتسبات هذه، أو هل ترى حان الآن الوقت أن كل الشرائح الوطنية تقدم بعض التنازلات والتضحيات للحفاظ؟ رأي الحكومة بخصوص أنه إلغاء التقاعد النسبي بالنسبة لرأي أولوية الآن. بالنسبة لرأي الحكومة كما قلت هذا المشروع معروض على البرلمان. إذن هذا المشروع الآن هو محل مناقشة، وأعلمك أخي وأعلم الزميل أنه فيه 21 مقترح تعديل، وأعلمك كذلك أنه أغلبهم من حزب جبهة التحرير الوطني، لأنه لنا كذلك نظرة بالنسبة للحكومة حول هذا القانون، حول التدرج في تطبيق ما يسمى بإلغاء التقاعد النسبي، أو إلغاء الأحرى هو إلغاء حد السن الأدنى وإلزام وصول سن 60 سنة. فيه مقترح أقول يحظى كذلك بإجماع في كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، وهو تحديد سن العمل ب 32 سنة حتى ولو كان العامل لم يبلغ 60 سنة. هذا مقترح، وهو الآن في هذا الوقت الآن هو محل مناقشة داخل اللجنة مع السيد الوزير وممثلي القطاع. هذه باش تعرف الساعة كل الناس أنه ما في مش بمعنى قانون جاء راح يمشي كما هو، ومش بمعنى فيه احتجاج معناتها اللي راه يحتج على القانون هو اللي عنده الحق. أنا نشكر كذلك الإخوان اللي يحتجوا اليوم أنهم طلبوا من النواب اللي يحبوا، وهذا هو لب الموضوع. جاءوا بعض النواب سيدي نواب محسوبين على المعارضة وحبوا يدخلوا في هذا الاحتجاج وهذه الوقفة، طلبوا منهم وقريتها وشفتها، طلبوا منهم الإخوان اللي نظموا قالوا لهم انتم دوركم راهو داخل البرلمان، روحوا احميوا حقوق العمال داخل البرلمان وليس هنا في الشارع، لأنه الركوب في الوقت هذا بالذات حول كل ما هو يمكن أن يثير جدل، عشية تشريعيات، والركوب على كل ما هو يمكن أن يثير جدل وكل ما هو يؤلم، حتى حاجة كي تألم لازم تكون إذا كانت ضرورية الواحد يصبر عليها. أما الوقوف والتشهير والتجيش حول كل موضوع يثير جدل في هذا الوقت بالذات أظن أنه لا يشرف الطبقة السياسية التي تحسب على المعارضة. وهذا أنا نقول الموقف هذا ما نعلقش عليه لأنه موقف نقابي، يبقى الآن قضية التمثيل ولماذا لم تتشاور الحكومة مع كل هذه المكونات نتاع الحركة النقابية الوطنية. أظن هذا موضوع يحتاج إلى نعم. سي مسعود بوجيب، استمعت إلى رأي منطقية نوعا ما تتعلق بموقف كتلة الأفلان على الأقل داخل قبة البرلمان، يقول لك أنه داخل اللجنة الآن فيه العديد من التعديلات، وهذا مشروع القانون ليس بالقرآن المنزل قابل للتعديل. يقول لك أنه الشيء الوحيد أنه فيه محاولات توظيف سياسي لهذا الملف. بداية أنا أقول بأن الإصلاح لأي ملف هو مطلوب في السياسات المختلفة. نعم. وعندما نعلن إصلاح منظومة التقاعد هذا شيء مهم، لأن منظومة التقاعد ليس فقط ما يسمى بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. إصلاح منظومة التقاعد هي منظومة شاملة وواسعة وتقتضي إصلاحها فعلا، لأنه ما هو موجود في هذه المنظومة هو يمس بكل المبادئ الجزائرية كدولة اجتماعية اللي تبنت عليها منذ سنة 62. لأن مبدأ المتقاعد له نفس الحقوق والواجبات مع أي متقاعد في أي وظيفة كانت، يعني مبدأ العدالة يجب أن يحقق في هذا الملف. نعم. نحن نعرف بأن مبدأ العدالة مضروب يعني في الصفر فيما يخص هذا الملف، عندما نجد من يستفيد من التقاعد 120% أو يستفيد 130 و100%، والآخرين وأغلبية هؤلاء يعني اللي يستفادوا ب 130 و120% ليس من صناديق خاصة، ليس من اشتراكاتهم، وإنما هي من
مساهمة الدولة الجزائرية، عكس العامل اللي راهو الآن يسدد اشتراكاته إلى الصندوق، وبعد 32 سنة أو بعد 40 سنة أو بعد 30 سنة يروح للتقاعد، سواء بالنظام النسبي أو بالنظام ب 32 سنة أو ب 60 سنة. إذا أنا نظن بأن نحن مع إصلاح منظومة التقاعد، ومستعدين أننا نتشاور في هذا الموضوع ونتناقش في هذا الموضوع، وهذا هو الذي طالبنا به. نحن رفضنا سياسة الأمر الواقع، رفضنا سياسة الهروب نحو الأمام. قلنا نحن أولا كان من المفروض على السياسيين، وهذا دورهم، أنهم يطالبوا بتقارير حول ما هو من السبب في إفلاس صندوق التقاعد. جميع العمليات المرتبطة بصندوق التقاعد منذ سنوات يجب أن يعرفها السياسي، ويجب أن نعرفها نحن كممثلي العمال. وعندها لما نقوم بدراسة ونعد مشروع، هذا المشروع يكون فيه دراسة شاملة ونقاش شامل، ونحن نساهم بدورنا في إقناع العمال، والسياسي يساهم في زاويته إلى آخره. لكن لما نجي قرار هكذا فوقي بدون تحضير وبدون نقاش، نحن وبدون حصيلة للشعب الجزائري. الشعب الجزائري لازم يعرف حصيلة هذه الصناديق، إلى أين تذهب هذه الأموال، وعندها عندما تكون الحصيلة واضحة ونعرف كل شيء، ويعرف الجزائري إلى اليوم ما يعرفش الصناديق. سي مسعود بوديبة، نعم، ما دام أنكم تشككون في حقيقة هذه الأرقام المقدمة سنويا حول هذه الصناديق، الآن هذه الضبابية التي تعكس سبب توجه صندوق التقاعد نحو الإفلاس، الحكومة هنا تقول لك أنه الأمر يتعلق بتعداد الموظفين أو العمال الذين يخرجون للتقاعد النسبي قبل بلوغ يعني الأجال القانونية المتعلقة. أين هو التضامن بين الصناديق؟ التضامن بين الصناديق، الوضع الاقتصادي للبلاد، العديد من المعطيات يعني تسوقها الحكومة. شوف، يجب أن نعرف بأن صندوق التقاعد في الدول الاجتماعية، صندوق التقاعد يدخل ضمن السياسة الاجتماعية. صندوق التقاعد، هناك دول تمول صندوق التقاعد 100%، معناها ليس العام الذي يمونه هي في شيء عادي. في الجزائر باختصار، في الجزائر صندوق التقاعد يمون ب 80% من اشتراكات العمال. مفهوم؟ هذا الصندوق هو اللي حمى الجبهة الاجتماعية في التسعينات، وهو اللي من خلال هذا الصندوق قدرنا باش نغطيو قضية لما غلقت المؤسسات ولما تستريح العمال، ولما هذه كانت مرحلة انتقالية. هذه مرحلة انتقالية نتفهمها ونفهمها. الآن هذا الصندوق في فترة 14 سنة بحبوحة مالية، وفي فترة أن الوضع الاقتصادي كان مريح، كان مريح، يعني كانت عندنا كل الوقت الكافي باش نوضعوا ميكانيزمات لتدعيم هذا الصندوق وحماية هذا الصندوق وحماية أكثر من يعلم. أنت أكثر من يعلم في سنة 2013 فقط أن هذا الصندوق لا يعيش من اقتطاعات مباشرة من الدولة، بل تضامن. نعم، هو تضامن هو تضامن يعني الصندوق يمول نفسه من العمال، الوطني، من اشتراكات العمال، ونحن مع مبدأ التضامن الوطني. لكن أنا قلت بأن هذا الصندوق من يحميه هو اشتراكات العمال، من يمونه هو اشتراكات العمال. لكن عندما يخرج كل العمال إلى تقاعد نسبي، من سيموله؟ الآن نحن من خلال من سيموله؟ هم العمال اللي يمولوا. لكن هم الأغلبية قاعدين يخرجوا ما راهوش يخرجوا. هذه هي المغالطة الكبرى التي توجه الآن. أعطيني أرقام، نعطيك الأرقام مثلا. شوف، عدد الموظفين أو العمال سأعطيك بعض الإشكالات. شوف، في التقرير الأخير اللي تقدم في ميزانية 2017، يعني أهم المختصرات اللي وصلتنا فيما يخص هذا التقرير، واش يقولوا لنا بين يعني في سنتي 2014. كاين لازم تعرف حاجه، بانه في سنه 2013 التقارير اللي قدموها المسؤولي الصندوق بان الصندوق كان متوازن وكان في اريحيه. في سنه 2014 المدير العام للصندوق يصرح ويقول بان الصندوق في اريحيه ومستعد انه يمول نفسه وكل العمليات الاخرى يقدر يمونها. لكن في هذا التقرير واش يقول بان سبب الاختلال التوازن اللي حدث في سنة 2015 هو تثمين المعاش اللي حدث في سنة 2014 بمقدار 12%. ويقول بأن التقاعد المسبق أو الاستثنائي اللي هو يتمثل في جارد كومينو وولاد الشهداء وفئات أخرى اللي من المفروض هي على عاتق الدولة، أثرت على هي تمول راح الدولة استعملت هذا الصندوق لتموين معاشات هؤلاء.
وكذلك هناك إشكالية أخرى، هو قرار السيد الوزير الأول، وأنتم تتذكروا التعليمة التي أرسلت بأن كل من يصل 60 سنة يجب أن يخرج إلى التقاعد. وفرضت وطبق العديد من في القطاعات الوظيفة العمومي طبقت، لكن في القطاعات يعني في الوظائف الكبرى لم تطبق. معليش هذا الإشكال. لا، لما روح التقييم 2015 اللي خرجوا الأرقام اللي عندي، اللي خرجوا في سنة 2013 ب 60 سنة هما 42,000، ب 32 سنة هما 23,600، اللي خرجوا بالتقاعد النسبي هما 38,500. رقم عادي بالنسبة لكم؟ هذه أرقام عادية، هذه أرقام في سنة 2014. واش صرا؟ 60 سنة 53,600، معنى اللي خرجوا تقاعد عادي ب 60 سنة. اللي خرجوا ب 32 سنة 17,000، اللي خرجوا بالتقاعد النسبي 28,400. بمعنى واش حدث؟ نقصوا ب 10,000، نقصوا ب 6,000، اللي زادوا هما تاع 60 سنة. معناها التقاعد النسبي من المفروض في سنة 2015 حتى الميزانية التي قدمت في سنة 2015 و2016 تقدير الميزانية هو نفسه، ما كانش زيادة. الحكومة تناقض في نفسها. هي بطبيعة الحال الأرقام المقدمة هي مناقضة بالنسبة للرأي العام، بمعنى أن التقاعد النسبي ليس هو سبب المشكلة. إذا المشكلة، أنا قلت المشكلة هي تتعلق 12% هي تتعلق بالتسيير، استغلال الصندوق لتموين معاشات فئات أخرى من المفروض تمون عن عاتق الدولة، تمون من الصندوق، والقرارات السياسية المتخذة فيما يخص هذا الملف. لهذا السبب نحن من خلال هذه الأرقام يعني نقول بأن من المفروض يعني من الواجب تاع المسؤولين على هذا الصندوق والواجب تاع الحكومة الجزائرية أنها تعرض هذا الملف للنقاش، ويجب أن تقدم الحصيلة بالتدقيق، ويجب أن نقدم الآليات والمقترحات البديلة لتمويل الصندوق. أما أننا نسارع هكذا بقرار فوقي بدون استشارة، بسياسة أمر فرض الأمر الواقع، ونروح للحلقة الأضعف في إصلاح التقاعد. إصلاح التقاعد ليس فقط هو صندوق التقاعد، إصلاح التقاعد هو منظومة شاملة، منظومة ككل. عود إليك سي جاكي، تعقيب على كل ما قاله. تعقيب عاجل يتعلق خاصة بالتناقض في أرقام الحكومة، تناقض في الأسباب الحقيقية لمراجعة منظومة التقاعد بالجزائر. عندما نقدم أن نسبة التقاعد النسبي أو حجم التقاعد النسبي بالنسبة للتقاعد الآخر، مثلا نعطى مثال نتاع التعليمة اللي خرجت أنه اللجوء إلى طلب من الموظفين أنه اللي بلغوا 60 سنة أنه يخرجوا للتقاعد، كان العدد أكبر بطبيعة الحال. يبقى يقول أنه هاك مفارقة، هذا الحجم هو أقل من التقاعد أنواع التقاعد الأخرى. نعم. احنا الآن كي نجيو نعالجوا قضية أو مشكل نبداو نعالجوا الساعة الاستثناء قبل ما نعالجوا القاعدة. ما نجيش أنا نقول ما لا شوف خلي الناس ما تخرج 60 سنة يكملوا 75 سنة، وهنا نظن أنه حتى هذا راح نتعاودوا نقابلوا الإخوان راح يحتجوا في الشارع، يقول كيفاش تخلي انت العامل يقعد يخدم 75 سنه، لانه الاصلاح كذلك في دول اخرى جبت لا ما تقاطعتكش ما تقاطعنيش. تبقى انه شوف الاصلاح الان ماشي في الدول الاخرى حول رفع حتى سن التقاعد، لانه من الاسباب اللي جبد قبيله على الاسباب، من الاسباب هو التطور الديموغرافي في الجزائر. قبل كنا معدل الأعمار يوصل 65 سنة، اليوم 73 سنة للرجل، 77 سنة و 76 سنة للمرأة. حتى أعمار الجزائريين تغيرت. وحاجة أخرى، رقم آخر يقول لك العمال هم اللي مولوا المتقاعدين. نعلم أنه المتقاعد الواحد لنفس المنصب يحتاج اللي يتقاعد مثلا يحتاج 5 شغالين باش يخدموا على متقاعد واحد. هنا شو باللي راهو فيه عندي زيكيليبر صراحه. هنا اذا شكك انت في اطارات وعمال وموظفين وخبراء نتاع وزاره التشغيل والخبراء اللي استقبلناهم في البرلمان واعطوا ارائهم، حتى خبراء مستقلين ليسوا من القطاع ولكن عندهم درايه بما يحدث في العالم من تطور فيما يخص قضيه التقاعد. انا لا اظن انه فيه تشكيك او تضارب في الارقام، ولكن معالجه لقضيه كانت استثنائيه. نحاول كيف انه نرجع نفس كل كيف وجبتني نتاع استثناء قبيله نتاع 130%. ما عادش كنت اقصد المجاهدين انا نعطيهم 130%. المجاهدين راح نحرم انا المجاهد قال خاطر خدمت كذا في الاداره وخرج بمنحه تاع اعاقه وتاع 130. ما عندوش 100% البرلماني. لا تحكي على فساد. الافساد موجود في انظمه اخرى في العالم، وموجود صندوق يمولوه الاطارات الساميه للدوله، واطارات الساميه للدوله
تمول هذا الصندوق، وعندما تصل الى عدد هو راح يكون احتساب نتاع مده خدمه مع مده كما تقول الديكري ولا قداش نتاع اطار سامي للامه. المده هذه انت تصور ان ديكريتير اطار سامي للامه جا ديريكتومون من الشارع ولا من المدرسه ولا اطار سامي للدوله، اكيد انه راه 20 او فوق 20 او 15 على الاقل حد ادنى. وحنا ماناش اطارات سامين. سمح لي، لا شوف احنا نتكلموا الان بالموضوع اللي يخص الافسر. الافسر ما في حتى لبس وما في حتى اشكال، ماهوش العمال الكل اللي راهم يمولوا ولا الصناديق الوطنيه هي اللي تمولوا الافسر. الافسر يمولوه اللي تابعين نظام الافسر وتمولوا بقدر اقل الدوله. هذا ماهوش حاجه نخفيوها ولا نعلموا بها. والنواب كيف نحكيوا عن النواب، هو يخرج ب كما يقول نسبه، عنده نسبه اللي تساوي 25% من الراتب الكامل تاع التقاعد نتاع نائب، إضافة إلى هذه النسبة عنده 25% ويحتسب له ما عمل كموظف أو كإطار سامي في قطاع آخر. هذا موضوع نعتمد ماهوش محل جدال، أنا مانيش نشوف فيه جدال. الآن بالنسبة لنا كي نقولوا أنه جاو دراسات تقول على 6 سنوات، لأنه هنا كأنه دائما نستعملوا في النقاش عامل المفاجأة، وكأنه قلنا هاي صح البارح قلنا لاباس الصندوق راهو يمشي عندنا عامين ولا 3، اليوم راح نقول لكم غدوة، أو قال الوزير غدوة الصندوق راح يفلس. قلنا 6 سنوات بهذه الوتيرة ستؤدي حتما إلى إفلاس الصندوق. الآن كل التضامن اللي كان حادث بين الصناديق، لأنه صحيح كما قلت فيه تضامن ما بين صناديق تغطي وفيه ديون لصندوق على صناديق أخرى. الآن نحتاج كما تقول إلى تطبيع التشريع في هذا المجال، وخاصة إلى دراسة معمقة في كل حسابات الصناديق لتوجيهها بالشكل الأمثل أن تخدم المتقاعد، وكذلك نخليه حاجة للأجيال القادمة. أعود إليك سي مسعود بوجيبة في أقل من دقيقتين. يعني ورقة طريقكم الآن، الحكومة راهي تمارس في سياسة الأمر الواقع، راكم أمام أمر الواقع الآن. ما هي البدائل أو الأوراق التي تملكونها للضغط على الحكومة للتراجع عن هذا الشيء؟ كنت أتمنى أن الكتلة البرلمانية للأفلان أنها تلتقي بالنقابات المستقلة اللي راهي الآن محتجة ومضربة، وتسمع جيدا لمقترحاتها، وتسمع الدراسات اللي قدمناها، وتسمع الزوايا المختلفة، لأنه نحن كذلك استندنا لخبراء واستندنا لإطارات ودرنا ندوات ودراسات. وكلمة خبراء هذه ما لازمش نهفوا بها الجزائريين، لازم نعرفوا بأن هذا الملف هو ملف العمال، والعديد من الإطارات موجودة اللي تعرف تفاصيل الموضوع. لذلك كنا نتمنى بأن الكتلة البرلمانية للأفلان تكون عندها الشجاعة وتلتقي بنا، وتمنيت بأنه تمنينا بأنه من المفروض ما يكونش عندكم فقط 21 مقترح، ممكن يكون عندكم عديد من المقترحات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لما تقول لي أنت 6 سنوات سيفلس الصندوق، كان من المفروض معناها أنه لدينا الوقت باش نوضعوا آليات مضبوطة. أولا ما لازمش نفرض على الجزائريين هكذا قرار فوقي وسياسة أمر واقع. وثانيا أننا نوضع ميكانيزمات مع الجميع التي تحمي كل الجزائريين، ليس ل6 سنوات وإنما لعشرات السنين. والأمر الآخر اللي نقوله لك الآن، هذا القرار راح يسبب لنا موش أزمة فقط لصندوق التقاعد، راح يسبب لنا أزمات في كل القطاعات. لما نجد في قطاع التربية أكثر من 50,000 متقاعد راح يخرجوا، والأرقام تقول بأن في جميع القطاعات حوالي 200,000 متقاعد راح يخرجوا. كيفاش؟ ليس التقاعد النسبي. لا نسبي. معليش، تقاعد نسبي لأنك أنت فرضت عليه التقاعد النسبي الآن بالقرار اللي اتخذته. هؤلاء علاش راهم جامعات حبوا يخرجوا؟ لأننا لو تريتنا هؤلاء نقدروا نسيروا هذه العملية ممكن ل10 سنوات، ممكن ل20 سنة. إذا لماذا هذا القرار وتسرعنا في هذا القرار وسبب لنا نزيف لم يحدث ولا سنة لم يحدث لنا هذا النزيف؟ كيف نعالج هذا؟ كيف تسمي الآن؟ ما هي التكلفة الآن اللي راح يتحملها الصندوق؟ معناها حبينا الآن نوضع الصندوق ليس في أزمة فقط، في أزمات لا تحل. شوف أنه حل ترقيعي هذا، يعني معناها دليل أن القرار غير مدروس. معناها دليل هو أننا نريد أن نعالج السياسات على الحلقات الضعيفة في الجزائر. الآن لما نتكلم، وأنا قلت لما نتكلم على المنظومة عندها سوف نناقش هذه قضية 100% أو 120%، وتكون الأرقام واضحة والمفاهيم واضحة لما نتلاقوا مع بعض. ورقة طريقكم الآن سي مسعود. نعم، الأهم ورقة الطريق. نحن ورقة الطريق واضحة جدا. في البداية أنا أقول بأن التكتل النقابي لم ينشأ فقط بالنسبة للتقاعد. أنا قلت بأنه هناك مسودة مشروع قانون العمل تناقش في دوائر ضيقة،
وطالبنا نحن بإشراكنا في هذا المشروع، مع العلم بأن قانون العمل ليكون في علمك بأن هذا في جميع الدراسات كلها يعني تبين بأن ليس قانون العمل لا يستدعي دراسته الآن. لكن الآن ما دام راك تتكلم على التقاعد النسبي، نحن قلنا نتراجع عن إلغاء الأمر 97/13، وليس التقاعد النسبي هو الذي يهدد الصندوق، وليس التقاعد المسبق الذي يهدد الصندوق أو 32 سنة، لكن يستدعي أننا نجلس نفتح جلسات للنقاش، نتلاقى مع الممثلين الفعليين تاع العمال، ونفتح نقاش حول منظومة التقاعد بكاملها، ونوضع سياسة للتقاعد تكون عادلة بين الجزائريين وتكون واضحة بالنسبة للجزائريين. بطبيعة الحال سلم القيم يبقى محفوظ، لكن كاين هناك قطاع من القطاعات كل الإطارات تدي 90%. لماذا لا نجعل هذه النسبة لكل الجزائريين مهما كان منصبه ومهما كانت مكانته، وما كانش واحد راهو أفضل من جزائري آخر من حقه يخلص 70 مليون، من حقه يخلص 80 مليون، بصح لما نوصل للتقاعد تكون عندنا نفس النسبة ويكون عندنا نفس الصندوق نستفادوا منه وكلنا نصب في هذا الصندوق. شكرا. ما كانش هذه صناديق خاصة إلى آخره. سي شكيب جوهري، إذا عندك تعقيب أم نذهب إلى نقطة أخرى؟ شوف، أنا نتمنى أنه قضية التمثيل هذه ما تقعدش هي دائما الحلقة المفرغة اللي ندوروا فيها، ونشوفوا المصلحة تاع العمال، كل العمال، ونشوفوا المصلحة تاع الأجيال، لأنه الصناديق هذه أساسا هي الأجيال القادمة. شكرا. نعم، نذهب إلى نقطة أخرى. سي شكيب جوهري، نائب برلماني حزب جبهة التحرير الوطني، نغتنم وجودكم هنا نظرا لضيق الوقت. نتحدث عن ما حدث اليوم بقبة البرلمان. اليوم برلمان العربي والخليفة صادق بالإجماع على قانون يتعلق بقائمة المناصب أو الوظائف السامية الممنوعة على مزدوجي الجنسية. البعض كان يطالب بتوسيعها. الحكومة قالت على لسان وزير العدل أنه كان فيه شيء مدروس أنه تم تضييقها لعدم قطع الطريق أمام كفاءات جزائرية متواجدة في القارات الخمس. شوف بعجلة، الآن لو كنا نرجعوا للكرونولوجيا هذا القانون، هذا النص القانوني، نلقاو أنه أولا هو ينحدر من التعديل الدستوري الأخير اللي بادر به في 5 سيد رئيس الجمهورية. هذا التعديل الدستوري الذي تضمن في بادئ الأمر في الوثيقة التي عرضها بعد مشاورات في 5 سيد رئيس على الطبقة السياسية للإثراء أو للتفاعل، كان فيها المادة 51 اللي تتكلم على أنه فيه وظائف سامية للدولة هي لحاملي الجنسية، يشغلها الحاملي الجنسية الجزائرية دون سواها. آنذاك صارت بعض التخوفات من الجالية، وحتى كان تتذكر أنه حزب جبهة التحرير الوطني تفاعل مع هذه المادة وطلب أنه تكون فيها تدقيق أو تحديد لمفهومها لئلا نجحف فئات كبيرة جدا من الجزائريين، وخاصة لا سيما جاليتنا الجزائرية بتونس، بالخارج عفوا، اللي هي كانت مستهدفة أو عامل البعض على أنه يجعلها مستهدفة بهذا القانون. الفضل يعود إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية الذي طلب إعادة صياغة هذه المادة وقال لا يجب من تحديدها بنص قانوني. الآن القانون كما جاء الآن يخدم الجالية الجزائرية ويخدم كفاءات. نرجع الآن للقانون. القانون هذا يخص 15 وظيفة سامية في الدولة، من كما تقول السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والقضائية، وكذلك السلطات الأمنية والعسكرية، من أعلى السلطات في هذه الهياكل. إذن فيه تضييق، وهذا التضييق معالي السيد الوزير عند عرض القانون قالوا مباشرة أنه ضيقت هذه القائمة لكي تكون استثناء وليس قاعدة، استثناء لحكم هذه المناصب الحساسة السيادية التي يجب على الدولة أن تحميها، وكذلك أن تحمي حتى شاغلي هذه المناصب باش ما يكونوا تحت اي ضغوطات. كما تعلم في قوانين كل الدول عندما يكون مسؤول في دوله لديه جنسيه الدوله التي هو فيها، فانه يعامل على اساس انه مواطن تلك الدوله وليس مسؤولا اجنبي. هذا هو المعمول به. الان نحمي هذه الهيئات السلطويه والسياديه ونحمي شاغليها. كممثل كنائب عن الجاليه الجزائريه، هل ترى انه هذا القانون انهى الجدل، وبالتالي أي جزائري مقيم بالخارج له الحق في تقلد مناصب الآن عليا في البلد عدا ال15 يعني المعنية بهذا القانون، خاصة عندما يكون مزدوج الجنسية؟ هو المادة 61 أو 63 أنه البعض يتساءل في كفاءات جزائرية تصنع أفراح يعني دول. نعم، شوف المادة 63 اللي خرجت في المشروع النهائي الذي أصدره في 5 سيد رئيس الجمهورية هو كان ديجا إنهاء للجدال،
وكل من تكلم بعد ذلك كان مزايدات سياسية. الآن هذا القانون بهذا الشكل اللي تسح مجالات سواء في الهيئات السلطة السيادية، مؤسسات الدولة التشريعية القضائية الإدارية التنفيذية، وكذلك في القطاعات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، كل هذه المجالات فيها وظائف سامية وفيها مناصب حساسة، ولكن تبقى مفتوحة لكل الجزائريين حتى شكرا سي شكيب جوهري. وإشارة أخرى إلى قضية أنه حتى هذه المناصب هذه 15 غير ممنوعة على من يحمل جنسية أخرى، بل يمكنه تولي هذه المناصب إذا تخلى عن الجنسية. نعدك بأننا سنفتح هذا الملف مرة أخرى في حلقة جديدة. سي مسعود بوديبة، أنا أستغل الفرصة يعني بوجود البرلماني معنا، لأننا نحن يعني نتأسف لمحتوى قانون المالية 2017 الذي ستكون له آثار وخيمة على الجزائريين بطبيعة الحال الجزائريين، وليس الإطارات بمفهومه. يعني الجزائريين اللي راهم يعانيوا في الميدان. كاين الامر الثاني انا اريد ان اقول كل الجزائري سواسيه. لا كل الجزائري نحن عندنا مفهوم اطار وانتم عندكم مفهوم اخر. الامر الاخر يعني كمعلومه نقولها له بانه العمال الاجراء في قانون العمال الاجراء يعني في القطاع الخاص كاين حوالي 75% سواء عندهم عقود دائمه او غير دائمه غير مصرحين، معناها ما يقدموا ولا شيء لصندوق التقاعد. كان من الأولى في السياسات، وأتمنى أن البرلمانيين يركزوا على هذا الأمر. قال نبحث على كيفية أننا نجمع الاشتراكات في الصندوق وبعدها نروحوا نتكلموا على التقاعد النسبي. نتمنى لبرلماني لفلان ولا نندي أنهم يؤسسون لشرعية البرلمان، وبأن الهيئة التشريعية وبأن الهيئة التشريعية أقوى من الهيئة التنفيذية، وبأنهم قادرين يرفضوا قرار فوقي. وصلت الرسالة سي مسعود باش نعيد الأمل على الأقل. نراك في البرلمان القادم إن شاء الله سي مسعود بوديبة، تكون زميل شكيب جوهري إن شاء الله. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي قناة الإخبارية. كلمة أخيرة تفضل. شوف في الأخير أنا واش نقول لك، حنا رانا مقبلين على انتخابات مصيرية وتشريعية. مترشح من لا أنا واش نقول، نطلبوا من كل المتدخلين في الشأن السياسي أنهم يرفعوا بعض الأمور كما المقومات الوطنية، الأمن الوطني، المكاسب الوطنية، يرفعوها من الجدل السياسي وما يدخلوش بها الحلقة السياسية. ولأنه الأمر هو صحيح مصيري، هذه انتخابات شرعية، ولكن البلاد ما راح توقف في الانتخابات هذه أو تلك التي بعدها. نخمو دائما انتهى وقت البرنامج رجاء. شكرا مشاهدينا.